ضربات الجزاء كهربا داخل بيشوط ضربه جزاء، هو دماغه مش في ضربه الجزاء، هو دماغه في اللقطه اللي هياخدها لما يجيب ضربه الجزاء، وعشان كده ما جابهاش. زيه زي شيكابالا في السوبر. ده لاعب احنا كلنا عارفين ان هو بتاع لقطه، ده لاعب قصته انتهت مع الاهلي من سنتين. لا للاسف احنا خسرنا الفرصه الاخيره دي، كانت اخر فرصه لان انت تروح الحلم اللي انت بتحلم بيه بقالك 15 سنه، نهائي كاس العالم، وان انت تحاول تكسب بيه. انت خلاص الحلم ده اتلاشى من اول السنه الجايه. خلاص بقى انت زي كاس العالم الكبير، هتلاقي فرق من اوروبا مش هتحلم بان انت توصل لنص النهائي بعد كده اصلا. الاسوأ من الهزيمه العشم والسيناريو اللي مشي بيه الماتش من اول كرة طاهر في الشوط الاول اللي اول ما ضاعت، وكلنا عارفين اللي هيحصل، كلنا عارفين ان احنا بعد الماتش هنجيب الصوره دي نحطها ابيض واسود ونتحزن عليها بعد الماتش، لحد كوره استاذ كهربا اللي كان رايح انفراد كامل بيرقص، عايز يرقص الحارس فالكرة طولت منه. ده سيناريو احنا بقينا حافظين ان انت كل مرة هتضيع كورة في الماتشات اللي زي دي هنرجع نتحسر عليها قدام، لحد بقى العشم اللي اتعشمناه من اول ضربتين جزاء. خصمك بيضيع اول كورتين وانت بتخش تسجل اول 3 كور، انت عايز كورة واحدة من الكورتين الجايين، يا انت تسجل يا هو يضيع. واحنا كجمهور كنا مطمنين ان احنا هنكسب، بس المفروض ان اللعيبه ما كانش يوصل لها الاحساس ده غير لما تكسب فعلا. احنا زهقنا من الخساره المشرفه، وان احنا كل مره نطلع نقول عملنا اللي علينا. لا، ما عملناش اللي علينا، عملنا اللي علينا لما نكسب. انت عملت اداء مش احسن حاجه، ما كسبتش، يبقى فين عملت اللي عليك؟ فين عملنا اللي علينا؟ انت ولا بتلعب ريال مدريد ولا بتلعب بايرن ميونخ عشان تقول عملنا اللي علينا، انت بتلعب فرقه فاضيه. بس للاسف احنا كنا فريق فاضي اكتر منها كمان. الفرقه اللي انت بتلعبها دي فرقه فاضيه ما راحتش عليك بكور اصلا. بس المشكله واللي كلنا ما خدناش باله منه ان احنا كمان فرقه فاضيه، فرقه فيها لعيبه مش عارفه تخلص قدام الجون، فرقه في ماتش المفروض ان هو في ماتش من الماتشات المهمه جدا في مسيره اللعيبه كلها، اللي لو كسبته هتروح الفاينل اللي احنا بنحلم بيه بقالنا 15 سنه. بس للاسف انت عندك لعيبه ما عندهاش اي مسؤوليه، وعندك لعيبه ما بتعرفش تعمل ايه قصاد الجون. المفروض اللعيبه دي بتقبض ملايين في السنه وبتلعب في احسن نادي في افريقيا وفي الوطن العربي، عشان لما يخش قدام كره زي دي، يخش في انفراد في كره زي دي، او تجي له كوره زي طاهر اللي ضاع في الشوط الاول، المفروض يعرف يتصرف معاها. مش لعيبه ركابها بتخبط في بعض وهي رايحه انفراد، ولاعيبه تانية مش عارفه بتهرب من ضربات الجزاء كمان. بس العيب ما كانش على اللعيبه برضه، العيب على الاداره اللي رافضه ان هي تصرف على الفريق. عمالين نكسب بطولات وبيدخل لك فلوس، مشاركاتك بس في البطولات بيدخل لك فلوس، وفي الاخر ما بتجيبش صفقات. راح تجيب لي صفقات اجانب من سوق الجمعه، ايه بيرستاو ده خلاص يا عم، اديله عقده، مش عايز يمشي اديله عقده ومشيه. فضي مكان للاجانب في الفرقه. رضا سليم محسوب علينا اجنبي وما بنشوفوش في الملعب. الاثنين مدافعين اللي انت رحت جبتهم ومن ساعه ما جم وهم مصابين، ده انت لما محمد عبد المنعم يمشي هتعتمد على ياسر وربيعه، راح تجيب ليه مدافعين اجانب؟ طب ما تروح تجيب مدافعين مصريين ما دام كده كده هيقعدوا على الدكه. اداره من اسوأ الادارات في تاريخ الاهلي في ملف الصفقات، ما بيعرفوش يجيبوا صفقات، مش عارفين يجيبوا لجنه تختار الصفقات فعلا، ناس بتفهم تبقى دارسه اللعيبه اللي هم بيروحوا يجيبوها. المدير الفني قال لك عايز مهاجم، ما فيش مهاجم، طب في موديست روح هاته وهو عنده 37 سنه ومش قادر يجري، روح هات مدافع مقضيها اصابات من ساعه ما جه وما بيلعبش ولا مستفيدين منه باي حاجه. الاثنين اجانب اللي في الهجوم عندك راكنهم على الدكه ولا بتستفيد منهم اي حاجه كمان. كل دي صفقات انت كاداره المسؤول عنها، وانت اللي تشيل مسؤوليه فشلهم. والمدرب اللي طالع اللي رايح بيطلع المهاجم اللي حيلتك، المهاجم اللي في الفرقه واللي بنتمشى عليه بقى لنا سنه عشان الماتشات دي. ما هو احنا جايبينه عشان الماتشات المهمه، احنا مش جايبينه عشان ماتشات الدوري اللي بنكسبه كل سنه ولا ماتشات دوري ابطال افريقيا اللي بنكسبها كل سنه. احنا جايبينه عشان يخلص لنا الماتشات دي، ماتشات كاس العالم للانديه اللي انت رايح تطلعه في الدقيقه 75 وهو احسن لاعب عندك، وبتنزل لي لاعب ما بيشاركش وانت نفسك ما كنتش بتلعبه، كنت بتلعب عليه طاهر وبيرستاو واي حد يلعب مهاجم الا هو، راح تنزله في ماتش زي ده. فشل في اداره الماتش، وفشل في التبديلات، وفشل في اختيار اللعيبه اللي داخله تشوط ضربات الجزاء. كهربا داخل بيشوط ضربه جزاء، هو دماغه مش في ضربه الجزاء، هو دماغه في اللقطه اللي هياخدها لما يجيب ضربه الجزاء، وعشان كده ما جابهاش. زيه زي شيكابالا في السوبر. ده لاعب احنا كلنا عارفين ان هو بتاع لقطه، ده لاعب قصته انتهت مع الاهلي من سنتين، لاعب ما بيعرفش يستلم الكوره حتى. ده مفروض يمشي من سنتين، ما يرتقيش ان هو يبقى مهاجم بديل حتى، ما يبقاش المهاجم الثالث، ما نعتمدش عليه في ماتشات الكاس حتى. مش تروح تنزله لي في كاس العالم للانديه وتخليه يشوط ضربه الجزاء الحاسمه اللي هتكسبك، اللي بالمناسبه عمر كمال ضيع بعده عشان هو ضيع. عمر كمال لو كان دخل الشوط الرابعه كان ممكن هو اللي يسجلها. ده لاعب قاعد في الاهلي على حس اللقطه وعلى حس ان الجماهير ما تقولش عليه صفقه فاشله، الاداره سايباه عشان كده.
الاداره سايباه عشان ما نقولش ان الاداره لبسته وده صفقه فاشله وكل الكلام ده. السوليه وبيرسي تاو معروف ان هم بيشوطوا ضربات الجزاء، وكان المفروض هم اللي يخشوا يشوطوا يا الرابعه يا الخامسه. مش حاطط لي كهربا. يعني ايه كهربا يخش يشوط ضربه الجزاء؟ ده احنا ما بنخلوش نشوط ضربه الجزاء العاديه في الماتش، ده لما وسام ما بيبقاش في الملعب وهو اللي بيدخل يشوطها بنبقى حاطين ايدينا على قلبنا عشان عارفين ان هو بيشوط وحش. وكهربا من اكتر اللعيبه اللي بتخاف اصلا في الفرقه، تخليه يدخل يشوط ضربه جزاء زي دي بناء على ايه؟ وكل ده بسبب الاداره، بسبب المدرب، بسبب اللعيبه اللي خايفه وكل تفكيرها في اللقطات في قلب الماتش. فحلم البطوله ده ضاع للابد خلاص، يعني ما نحلمش بقى بحاجه تانية خلاص من كاس العالم للانديه دي. ونتقابل في الحلقات الجايه. سلام.